هو الطفل الكذاب طفل مميز؟ مم، طبعا الطفل الكذاب طفل مميز عبقري خياله واسع وبيتطور بشكل صحي كمان. مش مصدقيني صح؟ طب قابلوني بعد الانترو. مشكلة الكذب انه طبعا حاجة كبيرة جدا وحرام اولا، وصعب عليك لما تلاقي ابنك فجأة بدأ يكذب عليك، والأصعب لما الكذب ده يتكرر وما تكونش لاقيله حل. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. الطفل ممكن يكذب علشان يداري على حد أو يحمي حد زي إخواته مثلا، ممكن يكذب علشان يلفت انتباه اللي حواليه ليه، فممكن يحكي عن مغامرة محصلتش أصلا ويألف حكاية من وحي خياله. ممكن كمان يكذب علشان يستعطف الآخرين أو ياخد حاجة هو عايزها أو يهرب من حاجة هو مش بيحبها زي المذاكرة مثلا. يكذب برضه علشان يتجنب الإساءة أو الضرب أو اللوم على حاجة غلط هو عملها. ممكن كمان الطفل يكذب علشان يقلد اللي حواليه من اللي طول الوقت بيكذبوا كذب أبيض ومش واخدين بالهم إن في طفل حواليهم بيتعلم منهم بالملاحظة. ممكن كمان الطفل يكذب علشان يعزز من قدراته ويعزز من ثقته بنفسه لو كان حاسس بالإهمال أو تقدير ذاته أو ثقته في نفسه. وفيه طفل ممكن يكذب علشان هو عنده كذب مرضي قهري، وده بيكون نتيجة لاضطرابات في السلوك نتيجة لإساءات في التربية، وده أخطر أنواع الكذب، وده اللي هنركز عليه في حلقة النهاردة. كل أسباب الكذب وأنواع الكذب اللي اتكلمت عنها دلوقتي بتعبر عن طفل ذكي بيتطور بشكل سليم، على الرغم من إنه الكذب ده شيء في مجمله صعب، إلا إننا لو بصينا لنص الكوباية المليان هنلاقي إن ده بيعبر عن طفل بجد ذكي وعبقري بيوظف مهاراته وقدراته العقلية في إنه يوصل لحاجة هو عايزها أو يتفادى مشكلة ممكن يقع فيها. وفي دراسات كتير بتقولك إن الطفل اللي من عمره من 3 ل 8 سنين كل ما كان كذبه أكتر كل ما كان ذكي أكتر. ولكن لو كان الكذب ده مقبول في سنوات عمر الطفل الأولى كنوع من أنواع المهارات الحديثة اللي هو بيكتشفها وكتطور طبيعي زي ما بقولكوا بيعبر عن طفل مميز وذكي وعبقري ومخه شغال بمعنى أصح، إلا إنه الكذب ده لما بيتمادى فيه ممكن إنه هو يبقى عادة راسخة عنده، يتحول لموضوع صعب جدا ما نقدرش إن احنا نعالجه منه، ويبدأ بقى يكذب في حاجات يعني بعد كده أصعب. يعني مثلا يطرد من المدرسة ويكذب، يسقط في امتحان ويكذب، يشرب سجاير أو يعمل حاجات مش كويسة ويكذب. دورنا بقى وقتها إن احنا مش نبص لنص الكوباية المليان ونقول إن ده تطور مهارات، لا، نبص بقى للجزء الفاضي ونبدأ إن احنا نحس إن احنا قدام مشكلة فعلا ونقوم سلوك الطفل ونعدله بإنه يبعد عن الكذب ده إطلاقا. طب إزاي؟ قبل ما نعرف إزاي إننا نتخلص من عادة الكذب دي لازم نعرف إنه طالما الطفل أنا وجهته مرة واتنين وتلاتة وهو برضو لسه مش مستجيب، إذا أنا بقيت قدام مشكلة اسمها الكذب المرضي أو الكذب القهري. ايه هو تعريف الكذب المرضي او القهري؟ الكذب الباثولوجي او الكذب القهري او المرضي هو الميل المستمر للكذب بشكل دوري ومستمر، وبيكون غالبا بدون سبب واضح بدون هدف، بيكون دايما معاه صعوبات في التفكير ومعاه دايما عدم انتباه وقلق مستمر. طب ليه الطفل ممكن يكذب بشكل قهري؟ ومن اسمه كده قهري يعني حاجة غصب عنه، حتى لو هو رافضها من جواه هو بيعملها وهو مش عايز يعملها، ولكن الخوف الشديد من العقاب، الرفض من قبل الأهل الأم والأب أو الأصحاب، احتياج الطفل للاهتمام والتقدير المستمر، المشاكل والاضطرابات النفسية اللي ممكن تكون ناتجة عن الإساءات في التربية، اضطرابات سلوكية زي فرط الحركة وتشتت الانتباه. الكذب المرضي كمان ممكن يكون هدفه الاستفزاز اللي هو بدون سبب، غلاسة من الآخر. وقد يكون الكذب المرضي بسبب وجود صعوبة في التعبير عن المشاعر والأفكار. طب أنا كأم إزاي أقدر أفرق بين الكذب الطبيعي والكذب المرضي والقهري؟ الكذب القهري بيغير في السلوك، بيخلي الطفل دايما متوتر وقلقان وغضبان أكتر. الكذب القهري كمان بيخليه يكذب بشكل مستمر وبدون سبب واضح، ويكذب على نفس الحاجة كذا مرة مهما ننبهه أو أوضح له إن دي حاجة غلط وكذب المفروض إنه ما يعملوش تاني. وكمان بيخليه مش مهتم خالص بمشاعر الناس اللي حواليه، يعني عادي ماما تزعل أو بابا يتضايق،
المشكلة يعني؟ طب والحال؟ في الأول هنحاول معاه بالطرق التقليدية، ونحاول قدر المستطاع إننا نبعد عن العقاب الشديد علشان الطفل ما يخافش إنه يقول الحقيقة من البداية، ونحاول إننا نعرف أسباب الكذب عند الطفل ده، ونحاول إن احنا نعالجها ونتفاداها، وكمان نمدحه لما يقول الحقيقة، ونحاول إن احنا نشجعه على إنه يعمل كده أكتر، نشرح له أكتر عن فضيلة الصدق، ونقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلقب بالصادق الأمين، ونحاول نتعامل مع الكذب ده على إنه أمر طبيعي طالما هو في حدود أو نطاق التطور الطبيعي للطفل، وطالما هو مش كذب مؤذي ولا له ولا للناس اللي حواليه. واخر حاجه طبعا اننا نتجنب نكذب قدامهم. لكن لو استمر الكذب بعد كل المحاولات دي، ساعتها لازم جدا نبص للجانب النفسي عند الطفل، ونشوف ايه الحاجات اللي بيتعرضوا لها اللي ممكن تكون بتأثر على نفسيتهم وبتخليهم يتمادوا في الكذب ويكذبوا بشكل مستمر. وكمان في المرحلة دي ممكن واحتمال كبير بنسبة كبيرة جدا اننا نحتاج لاستشارات طبية متخصصة. لازم كمان نعرف واحنا بنعالج مشكلة زي الكذب عند أطفالنا، نعرف ان العلاج ده ممكن يختلف على حسب عمر الطفل ونوع الكذب. لو عمر طفلك بين 2 ل4 سنين، المفروض ان انا اخد الموضوع على الهادي خالص، واني ابدا انصحه وابين له اهميه الصدق وامدحه زي ما بقول، وابعد تماما عن فكره ان انا اعنفه او اعاقبه عقاب شديد او اصرخ في وشه او اهدده. لو عمره بقى بين 5 ل8، بتزداد محاولات الكذب عندهم، وبتتطور مهاراتهم، وبتزداد محاولاتهم في الخداع، وخصوصا لما الكذب ده يتعلق بالمدرسة، واجبات المدرسة، علاقتهم باصحابهم والمدرسين. وعلى الرغم من كل ده، إلا إن الكذب في المرحلة دي وفي الأمور اللي زي دي بيكون سهل إننا نكتشفه. الحل ساعتها إن أنا أواجه الطفل وأصارحه وأعرفه إنه ده غلط، وإنه ما ينفعش إن احنا نعمل حاجة زي كده، وأبدأ إن أنا أعاقبه بأسلوب المكافأة والعقاب. إنه مثلا لو كذب عليا وقال ان هو خلص الواجب وهو لسه ما خلصهوش علشان يروح يلعب قبل مثلا ما يكتب الواجب، المفروض ان انا اقول له ان انا عرفت وان ده غلط، وانت عشان تلتزم وما تعملش كده تاني، انت هتقعد وتخلص كل اللي وراك قبل ما تخلص اللعب، وان احنا كمان ممكن نقلل وقت اللعب وناخد منه جزء الوقت المذاكرة اللي انت مرضيش تعملها قبل ما تقعد تلعب. والموضوع ده ممكن يبقى مثلا يوم 2، ولو هو التزم ابدا ان انا امدحه واشكره ان هو التزم ان هو خلص اللي وراه، ولو ما كررهاش تاني كمان يكون الشكر والثناء بشكل افضل، وكمان ممكن ان انا اكافئه انه خلص كل اللي وراه وما كدبش عليا تاني وما حاولش ان هو يخدعني. طب لو انا ابني اكبر من 8 سنين بقى، هنا العلاج بيكون عن طريق العلاقة من الود والتفاهم والحب اللي أنا بنيتها معاه طول السنين اللي فاتت. المفروض إني أكون فاتح له دايما باب إنه يجي يصارحني على كل حاجة هو بيعملها من غير ما يخاف مني ومن غير ما يخاف من رد فعلي، واني اتعامل معاه على اني انا صاحبه اللي بينصحه مش ابوه اللي هيعاقبه. اخليه هو منه لنفسه يكره الكذب وما يحبش انه يعمل كده علشان الكذب ده وحش، وعشان الكذب ده له اضرار، وعشان هو حرام، مش علشان خايف من عقاب. طب ازاي علاج الكذب ممكن يكون بناء على نوع الكذب نفسه؟ في نوع من انواع الكذب عند الاطفال اسمه الكذب الادعائي، اللي هو بيكذب ويقول حاجة هي مش عنده اصلا علشان هو محتاج الاهتمام، بمعنى اصح يعني فشار في نفسه كده. طب علاج النوع ده ايه؟ علاج النوع ده بان انا اتتبع النقطة اللي هو بيحاول انه يوجدها مع انها مش موجودة، واحاول ان انا اعوضه وامنحه الحاجة دي لو في ايدي ان انا اديها له، وعلمه ان الكذب مش هو الطريقة اللي تخليك تجيب بيها الحاجة اللي انت محتاجها. بالعكس، الكذب ده ممكن يخليك تفقد حاجات موجودة عندك، زي مثلا احترام الناس وحبهم ليك. في نوع كمان اسمه الكذب الخيالي، اللي هو مثلا ممكن الطفل يحكي عن حاجة مش واقعية اطلاقا، وده على فكرة مش بيعتبر نوع من انواع الكذب، لانه بيحصل فيه سنوات عمرية يعني اولية، زي مثلا من 2 3 4 لحد 5 سنين كده. ممكن الطفل يحكي اي حاجة مثلا خياله نسجها، زي مثلا يقول لك انا شفت كائن فضائي، انا مش عارف
سافرت المريخ، ايا كان انت المفروض مش تبينه انه بيكذب ولا وما ما ينفعش تقول كده وايه اللي انت بتقوله ده منفعل. لا، انا ممكن بس انزله كده على ارض الواقع واقول له ان الحاجات اللي انت بتقولها دي مش حقيقيه، وانا كنت براقبك مثلا او انا كنت قاعد معاك وما شفتش اللي انت شفته دوت. وابدا افهمه بانه يفرق بين الواقع والخيال. انا مره مريم بنتي جت حكت لي ان هي شافت حد مخيف في مكان في المدرسه، وان هي قالت للمدرسه والمدرسه قالت لها لا، يعني حكت لي قصه طويله عريضه. ده نوع من انواع برضو التطور، او هي خيالها بيفكر، خيالها ممكن يسرح كده ويقول حاجات ممكن ما حصلتش بجد، حاجات مش واقعية خالص. المشكلة ان هي قالت لي ان هي شافته واصحابها شافوه وان هي حكت للمدرسة وكل ده اصلا ما كانش حصل. انا قلت لها كل اللي انت بتحكيه دوت على ارض الواقع في الحقيقة مش ممكن يكون موجود، ولو انت شفتي حاجة زي كده انت مش هيبقى عندك الجرأة اصلا انك تتحركي من مكانك انت واصحابك وتروحي تحكوا للمدرسة. فهمتها ان ده يعني حدوته لطيفه ظريفه وقعدنا نضحك عليها والموضوع انتهى. وده الكذب الخيالي. في بقى نوع من انواع الكذب اسمه الكذب لتحقيق المصالح. الطفل ممكن يكذب علشان يحقق او يوصل لهدف معين، زي مثلا لو ممكن ابنك يكون بيعمل الواجب فيضطر انه مثلا يحل المسائل بالآلة مثلا والمفروض ان هو يحلها بنفسه، او ينقل الاجابات مثلا من نموذج الاجابات، او يقول لك انا عملته وهو ما عملهوش. في اللحظة دي المفروض ان انا افهمه ان الكذب مش هيكون ابدا الطريقة الصح اللي تخليه يعمل الحاجة اللي هو نفسه فيها، وانه بالطريقة دي بالعكس هو بيزود على نفسه حاجات ممكن ما تكونش مطلوبة منه اصلا، وانه كده ما استفادش حاجة لما هو خدعني او ضحك على نفسه. بالعكس هو كده يعني اصل الواجب ده مش عقاب علشان انت تحاول انك تتهرب منه وتعمل حاجات مش صح خالص عشان تنجزه والموضوع انتهى. يعني فاهميني؟ تفهموه اصلا اهمية انه قاعد بيتمرن او قاعد بيدرس او كده. وفي نفس ذات الوقت احاول على قد ما اقدر ان انا اراعي سن الطفل ده وراعي كم الحاجات او الواجبات او المهام المطلوبه منه. يعني ما هو طفل في الاول وفي الاخر جاي الدنيا عشان يلعب ويضحك ويهزر ويروح ويجي. الكبته والحبسه والضغط بتاع الدراسه كلنا عارفين المناهج في مصر صعبه جدا، فانا لازم كأم وكأب اراعي ده شويه، احاول ان انا اخفف عنه، اعمل له مثلا ترتيب وتنظيم لوقته مثلا. طب نص ساعه نذاكر وأعديك 10 دقايق بريك. طب يعني حاجات كتير قوي ممكن ان احنا نعملها. وكمان ما حاولش ان انا اضغط عليه على اي حاجة هو مش بيحبها. انا قعدت فترة طويلة جدا بعاني مع مريم بنتي بسبب الاكل. هي مش شخص يعني اكول، مش بتحب الاكل. فانا عشان صحتها وعلشان جسمها يبقى كويس وعشان ما تبقاش ضعيفة كنت دايما اضغط عليها في موضوع ان هي لازم تاكل، لازم تخلص طبقها، لازم مش عارف ايه. فهي بدأت تعمل حاجات علشان تبدأ تتهرب من الأكل. الحاجات دي ضايقتني جدا وكانت يعني عملت بيني وبينها مشاكل كتير. وبعد كده وصلت لفرضية انه خلاص هي لما هتجوع هتاكل، هي لما تكون عايزة الحاجة دي هتاخدها. هيجي وقت اكيد وهي بذات نفسها هتلاقينا احنا بناكلها او احنا بنحبها، فهي هتتعود والموضوع بالنسبة لها هيبقى بسيط. هيجي وقت عليها وجسمها هيكبر هيبقى محتاج كمية أكل أكتر. الموضوع مش مستاهل كل الضغط اللي انا ضغطاه عليها وعليا الحقيقة. اخر نوع من انواع الكذب هو الكذب الانتقامي. ان الطفل ممكن يحس بالغيرة او التمييز بينه وبين اخواته او التمييز بينه وبين الاخرين، فممكن يكذب كذبة ويألف موضوع يعمل مشكلة لمجرد بس ان هو حس بالغيرة. هنا انا لازم افهمه ان اصلا الغيرة دي شعور مش كويس، وافهمه انه بالكذب مش هيحصل على الاهتمام والمحبة اللي ترضيه. بالعكس هو المفروض يكون شخص كويس، شخص ما يقارنش نفسه بغيره. ولو الموضوع اتكرر هحاول ان انا اكبر واغلظ العقوبة شوية. كده انا عرفت انواع الكذب بناء على عمر الطفل وبناء على نوع الكذب نفسه وازاي نتعامل في كل نقطة من دول. ازاي بقى اقوم سلوك ابني واعدله وابعده عن الكذب ده بعقاب يأدبه ويعدل سلوكه؟ اول حاجة اني اظهر له مدى انزعاجي وكرهي الشديد لصفة الكذب او لفعل الكذب في حد ذاته. ابين له انزعاجي من غير غضب، من غير ما اصرخ عليه. يعني اقول له بشكل جدي شوية اللي هو جد، يعني انه انت ما ينفعش انك تعمل حاجة زي كده وانا زعلان،
من غير ما اقعد اصرخ وازعق وانتقم منه بشكل مبالغ فيه، خاصة لو هي مثلا اول مرة انه يعمل كده، او لان لو كان الموضوع مش مستاهل قوي طبقا للانواع والاشكال اللي اتكلمنا عنها في اول الحلقة عن الكذب. الموضوع بسيط. اول حاجة ان انا بس ابين له ان ده غلط وان ما ينفعش نعمل كده، عشان بس هو يعرف ان ده حاجة وحشة ولازم هيكون ليها عواقب. تاني حاجة اتباع أسلوب الحرمان، إني أبدأ أعاقب الطفل بإني أحرمه من بعض رفاهياته، زي مثلا وقت الشاشات، مش هتاخد التليفون النهاردة أو مش هتتفرج على الكرتون اللي أنت بتحبه. أقلل وقت اللعب، مع الحرص على إني ما بالغش في الحرمان ده، علشان لو زودت أنا في الموضوع ممكن ده يؤدي لنتيجة عكسية ويزداد كذب الطفل علشان يحصل على اللي هو عاوزه. ممكن كمان اني اخاصم طفلي لفترة قصيرة كنوع من انواع انه انا متضايق منك، اتجنب الكلام معاه واتحاشاه، علشان يعرف ان كذبه ده له عواقب، وان دي حاجة ضايقتني جدا، وانه ما ينفعش يعمل حاجة زي كده. ولو هو اتحسن ترجع الامور تاني ما بيننا وبشكل طبيعي، طبعا مليان حب ولعب وجد ومش عارف ايه، بس علشان اوصل له رسالة ان انت لو عملت حاجة زي كده اذا ده ممكن يعمل بيني وبينك فجوة او يعمل بيني وبينك زعل، وما طولش في الموضوع عشان ما يوصلش لمرحلة انه خلاص مش فارق معاه، عادي ازعل براحتك يعني. رابع حاجة تقريبا مش فاكرة رقم كام، يعني ان انا اخلي الطفل ده يواجه عواقب الكذب اللي هو بيكذبه. لو مثلا طفلي كذب عليا علشان يلعب وقت اطول وقال لي مثلا انه خلص الواجب وانا اكتشفت الموضوع، ممكن اسيبه يلعب ويفرهد والوقت يضيع وانا قاعد صابر وساكت وهادي لحد ما يجيلي بقى مثلا عشان ينام او عشان هو تعب، او ساعتها هفاجئه بقى ان انا كنت عارفة انك بتكذب عليا عشان خاطر تلعب، وانك حضرتك مش هترتاح، مش هتشوف النوم لحد ما تخلص واجباتك ولحد ما تخلص اللي وراك، علشان المرة الجاية ما تبقاش تضحك عليا وتقول انك خلصت الواجب. وبكده انا بعوده انه يتحمل مسؤولية وعواقب كذبه، ويعرف انه مهما يكذب انا هكتشف الكذب ده، ولما اكتشفه اكيد هيكون في نوع من انواع التأديب والعقاب، يبقى عامل حسابه كويس جدا 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 قبل ما يفكر انه يكذب عليا المرة الجاية. دي كده كانت حاجات بسيطة ازاي اقدر اعاقب وادب عن طريق تعديل السلوك. ودي كانت حلقة سريعة بسيطة نتيجة لبحث عملته والله سريعا جدا جدا، نتيجة لأحداث واقعية أنا عشتها مع أحباب الله أولادي، حبيت إني أفيدكم بيها ونخرج شوية بره إطار الكتب، ويا رب نقدر إن احنا نطبق الخطوات دي، وربنا يدينا الصبر والقوة والطاقة على إننا نربيهم تربية صحيحة ونقوم سلوكهم يعني نخليهم أشخاص أسوياء، لأن بجد في حاجات لما مش بتتصلح بدري بتكون نتائجها وعواقبها كبيسة جدا هتزعلنا كلنا. اكتبوا لي في التعليقات ايه تاني مشاكل ممكن تكون بتواجهكم مع أطفالكم، نقدر ان احنا نبحث عن حلول ليها نساعد بيها بعض. ولو الفيديو دوت ممكن يكون مهم عند اي حد انت او انت تعرفه، ممكن ان انت تبعتهوله بحيث ان هو يستفاد منه، ده لو لقيته فيه يعني اي معلومة تفيدكم. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوا فيديو جديد من تربيب ايمان سعيد، وسلام عليكم.